السلام عليكم حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم نحضر معكم هاد الحليوه اللي كتجي خطيره وكتجي رائعه، اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، ودارتها واحد السيده في التيك توك وحصلات على الملايين ديال المشاهدات، وقلت علاش لا انا ما نجربهاش معاكم. والصراحه راه كتجي خطيره وكتجي رائعه، تستاهل هاد الضجه اللي نايضه عليها، راها زوينه بزاف. ندوزو للمقادير وكيفية التحضير. عندي هنايا جوج ديال البيضات بحرارة المطبخ، ما يكونوش عندكم اخوتي في الثلاجة. وعندي اخوتي واحد ساشي ديال الفاني، وندير لها اخوتي قبيصة ديال الملحة، وعندي ربع كاس الا ربع ديال سكر سنيدة، وكاس الا ربع ديال زيت نباتية. كنخلطوا هاد العناصر مزيان مزيان حتى كذوب لنا داك السكر مع داك الفاني مع البيض، داكشي كيتجانس هاد الخليط مزيان. كنضربوه مزيان مزيان، وكنضيفو عندنا خوتي هنايا 3 ديال الكيسان ديال الطحين، 3 د الكيسان ديال الطحين الفرص الرطب، تكون من نوعية جيدة خوتي باش كتنجح معكم هاد الوصفة. كندوزو هكا في الصفاي باش ما يبقاوناش داك الحبيبات. وعندي واحد الخمارة ديال 8 غرام، كما شفتوني راني درتها خمارة ديال 8 غرام. وكندير اخوتي هاد جوج كيسان في الاول، ومن بعد عاد كنزيد الكاس الثالث حتى كنشوف هاد القوام كيفاش، واش الخليط يكون خفيف او لا قاصح او لا. عاد كنزيد اخوتي الكاس الثالث، راني هنا زدتي نص كاس، ومن بعد عاد كنزيد نص كاس التالي. المجموع عندي 3 ديال الكيسان ديال العنبة اخوتي، 3 الكيسان ديال العنبة ديال الطحين الفرص الرطب. كنبداو اخوتي كنخلطو مزيان هاد العجينه بحال هكا. هنا كنزيد اخوتي داك النص كاس تالي، مجموع 3 ديال الكيسان، ومن بعد كنخلطو هكا مزيان مزيان. من بعد اخوتي راه كنحيد هاد الخلاط، وكنبدا كنخلطها بيدي. هانتوما اخوتي، المهم العجينه اخوتي راه ما كتكونش قاصحه، كتكون خفيفه وكتلصق لكم في يديكم. كما كتشوفوا القوام ديالها بحال هكا اخوتي، راه كتكون كتلصق لكم في يديكم. هنا اخوتي داك الخليط نقسمو على جوج. النص الاول غنضيف له 2 معالق ديال الدقيق، والنص الثاني ندير له هاد الشاصيه ديال الكاكاو. الا كان عندكم الكاكاو الاخر ديال العبار ديروه معلقه كبيره ديال الكاكاو. والنص الاخر كندير له 2 معالق ديال الطحين. هاد الخليط اخوتي راه كيكون خفيف هكا باش كيزيد شويه كيقصح معاكم بحال هكا. راني غربلت داك 2 معالق. انا اخوتي كنخلط داك العجينه هذيك مع داك الكاكاو، كندير لها واحد القطيره ديال الزيت باش كتجانس لي داك الكاكاو مع العجينه بحال هكا. كنبدا كنخلط فيها بحال هكا باش كيدخل فيها داك الكاكاو مزيان هكا خوتي. وداك العجينه هذيك الاولى اللي درت فيها الكاكاو راه قطعتها على 4 القطع بحال هكاك، 4 ديال الدوائر. والثانيه خوتي اللي درت فيها داك 2 معالق ديال الطحين، حتى هي كندخل فيها داك الطحين هكا مزيان، وكنقطعها حتى هي على 4 دوائر بحال هكا، 4 ديال الكحل و4 ديال البيض. من بعد اخوتي كنبداو كنحربلوها بحال هكا، كتحربلوها طويوله بحال هكا. كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح اخوتي. كما كتشوفوا بحال هكا كنحربلو هذيك الكويرات بحال هكا. من بعد كنبقاو نحربلو حتى داك الكحل بحال هكا، حريبلات يكونوا رقاقين بحال هكا. بحال هكا خوتي كتحربلوه مزيان بحال هكا. درت 4 الوالا بحال هكا. بحال هكا تشكلوهم، كديروا البيض والكحل والبيض والكحل بحال هكا باش كتجيكم فيها داك المنيضر، داك الديكور ديالها كيجيو متجانسين بحال هكاك. المهم بحال هكا خوتي.
من بعد اخوتي كتشدوا هاد الحريبلات بحال هكا وكتحطوهم على هادوك من الفوق بحال هكا اخوتي، كتبقاو تقادوا فيهم بحال هكا وتقادوا لهم الجنيبات ديالهم، وكتبداو عاوتاني كتحربلوا فيهم بحال هكا باش كيتجانسوا، وداك الكحل كيدخل في البيض والبيض كيدخل في الكحل باش كتعطينا داك الديكور بحال اللي كتشوفوا في التالي. بحال هكا اخوتي ملي كتحربلوها طويله كتوليو تقطعوها وتوليو تجيبوا النصف الاخر عاوتاني كتبداو تحربلوها بحال هكا. كنتمنى اخوتي الشرح ديالي يكون مفهوم. بحال هكا عاوتاني كتوليو تقطعوها، عاوتاني كديروا النصف اخر بحال هكا من الفوق، وكتبداو اخوتي بحال كتروليوها بحال هكا كتروليو فيها وكتحربلوها حتى كتشكل لكم داك الخطيطات بحال هكاك متجانسين بحال هكا اخوتي. بالتالي صافي كتقادوها وكدهنوا واحد اللاطه اللي كتدخل الفران بحال هكا اخوتي. كتقادوها كيكون السمك ديالها بحال هكا، كتدهنوا واحد اللاطه بالزيت اللي كتدخل الفران وكتحطوها فيها، وكيكون الفران سخون من قبل، كتشعلوا الفران يسخن وكتدخلوها واحد 10 دقائق اخوتي راه كتكون جاهزه، وكتهبطوها من التحت تحمر وصافي. من بعد اخوتي هنايا راه كان عندي شويه ديال الشوكولاط ذوبته في حمام مريم وضفت له هاد دانيت ديال الشوكولاط، ضفت له دانيت ديال الشوكولاط بحال هكا اخوتي، وضفت له واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش. داك الكاوكاو اخوتي مهرمش راه كنتقطع لي الفيديو ما بانش بانني كنضيفو له. بحال هكا اخوتي كتخلط داك الشوكولاط بحال هكا باش ملي كنخرجها من الفران كنضيف عليها هاد الشوكولاط. راه كتجي اخوتي بنينه بزاف، كتجي هشيشه وكتجي رائعه الصراحه، تستحق التجربه. كنتمنى تجربوها راه تعجبكم بزاف. انا اخوتي راه كانت خرجات من الفران قلت لكم ما استغرقات ليش الوقت، يلا 10 دقائق اخوتي حتى كانت طابت، هبطتها من التحت تحمرات شي شويه، ومن بعد خرجتها بحال هكا خليتها تبرد واحد 5 دقائق، ومن بعد كنديرها في واحد الشبيكه بحال هكا وكنضيف عليها داك الشوكولاط. هاكا اخوتي كنخبيو عليها داك الشوكولاط من الفوق. وراه قلت لكم اخوتي تقطع لي الفيديو راه درت واحد شويه ديال الكاوكاو مهرمش في داك الشوكولاط. اللي بغيتو نتوما الا بغيتو ضيفوه الا بغيتو ما تضيفوش، كيبقى تزيين اختياري كل واحد باش كيزينها. كاين اللي كيزينها في الشوكولاط، كاين شي وحدين اخوتي شفتهم زينوها بالكوفيتير والكوك، كل واحد وباش كيزينها. راه كتجي خطيره وهشيشه وكتذوب في الفم اخوتي، كنتمنى تجربوها راه كتجي رائعه. ومن بعد اخوتي كتدخلوها للثلاجه حتى تبرد لكم وتخرجوها تقطعوها. انا كنت زينتها بشويه ديال الكوك، كيبقى اختياري الا بغيتو تزينوها الا بغيتو ما تزينوهاش. انت اخوتي راه التقطيع ديالها ساهل وعمليه اخوتي، وراه كتجي زوينه بزاف. تحضروها في 10 دقائق بالزربه كتوجد اخوتي، والله الا لا بالزربه كتوجد. الا جاوكم الضياف على غفله اخوتي وتوجدوها راه بالزربه كتوجد. بحال هكا اخوتي كنقطعها وراه كتجي هشيشه بزاف. هانتي نوريكم كيفاش جات من الداخل. هانتي اخوتي راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتجاوبوني في الكومونتيرات كيفاش جاتكم. ما تنساونيش اخوتي من لايك ومن ابوني باش يوصلكم الجديد، وتشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاصحاب ديالكم. وشكرا بزاف، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.